السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. اليوم الإخوان جيت لواحد البيعة وشرية لواحد البلاصة، أنا غادي نقول لكم السمية ديالها من بعد، وعجباتني الدنيا هنا وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد الأجواء من بعد المطار، من بعد ما طاحت الشتاء، وكذلك هاد الأجواء هنا ديال الرعية مزيانة للرعية الخوت والكسيبة، وكاين اتساع الحمد لله والدوم والغابة. المهم الإخوان الجو هنا رائع، غير خليكم الإخوان مع هذا الفيديو وتفاعلوا مع الخوت وتبعوا حتى للتالي، وخليوا لنا التعليقات الخوت وجيمات وعطيونا الرأي ديالكم في المحتوى ديالنا. واللي باقي ما اشتركش معنا الإخوان يشترك معنا ويفعل زر الجرس باش دائما الخوت فيما نلوحوا شي فيديو يوصلوه هو الأول. الأجواء الحمد لله رائعة الإخوان، الشتا طاحات والغيام مازال جاي الشتا اللهم لك الحمد. وهاد الارض كما قلت لكم الخوت ديال الرعيه واتساع موجود، انتم كتشوفوا الناس كتراعي دائما. هاد البلاصه كتلقاها عامره، وبحال هاد البلايص اللي كنصح بهم دائما انا الخوت خاص يكون اتساع. قداش ما كان اتساع عند الانسان قداش ما كيرتاح، وقداش ما كيزيد يكسب، وقداش ما كيزيد يتطور في مشروع تربيه المواشي. انتم الاخوان هادشي رائع تبارك الله. الحمد لله الاخوان، هاد الشتيوه جات في محلها الحمد لله. كان الزيتون عطال عليها بزاف الاخوان. بالنسبه للزيتون شحال الناس اللي كان عندهم الزيتون تقريبا واجد ولكن مازال رقيق، كانوا كيتسناو الشتاء باش يبداو يسقطوه، وانا واحد منهم. عندي شي بركه ديال الزيتون في البلاد، كنت كنتسنى طيح شويه ديال الشتاء حيت كان مازال رقيق باش نمشي نسقطو. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحتي على مسقاطي وغادي نمشي ليه ان شاء الله تعالى. نشوفوا نشدوا شويه ديال الخدامه ونتعاونوا ونشوفوا كيفاش نديروا ونجمعوا واحد الزويتين ونبارطاجيو معكم الفيديوهات ان شاء الله من البلاد. دابا الحمد لله منين طاحت هاد الشتيه غادي يزين الزيتون في جميع المناطق اللهم لك الحمد. وحتى السواق الاخوان، حتى السواق فاقوا. البارحه الخوت في الاربع السوق فاق والثمن زاد، والناس الحمد لله ولات كتبيع وتشري ولات كتبتسم ولات كتضحك، والسوق سبحان الله العظيم كيبان لك تبدل. هو السوق كيتبدل سبحان الله العظيم، غير ملي كيكون الغيام كيتبدل السوق، ما بالك الا طاحت الشتا. ملي كطيح الشتا كثر كيولي بنادم كيزعم، وكيولي بنادم كيشري، وكيولي بنادم كيخسر الفلوس، وكيولي بنادم ما كتبقاش فيه ديك الشطاره بزاف، كيولي كيطلق، وهكذا كل شي كياكل مع شي وشي كيتعامل مع شي، وكتدور الحركه الخوت. والحمد لله الحمد لله. وانتم كتشوفوا الاجواء، انتم كتشوفوا الاجواء الخوت، هي مورايا في الفيديو كتشوفوا الحمد لله الاجواء كيفاش دايره. انا هاد البلاصه هادي شحال مره كانت كتجيبني ليها الظروف، وكتكون الحراره وكيكون الجو ماشي هو هذاك، وكنكون سبحان الله العظيم حتى الانسان حتى ملي كطيح الشتا الانسان براسو سبحان الله العظيم كيتغير، كتولي عنده واحد الحيويه وواحد النشاط وواحد كتعجبو يدير اي حاجه. دابا الحمد لله ملي جيت عجبتني نصور شي فيديو ونبارطاجيه. شوفوا الغيام، ها هو الجو كيتبدل مازال الحمد لله الشتا. ها الغيام الخوت، ها الغيام اللهم لك الحمد. عجبني نصور الفيديو بحال هكا ونبارطاجيه مع الناس ونشرح لهم ونبين لهم الاجواء مور الشتا كيفاش صبحت وكيفاش ولات. اما ملي كنت كنجي هنا وكانت كتكون الحراره والله ما كيعجبني تنجلس كاع، كنبقى جالس تحت شي شجره من هادو وكندير واحد الطاجين ولا واحد الكاميله ولا واحد كذا، وكنبقى نتهاود انا ووليداتي بعض المره وكنمشي في حالاتي. هذا الا عجبتني الظروف لهنايا على غربي وعلى اجواء الخوت والراحه والسقاره والهدانه، وداك الشيء هو اللي كنبغي انا في الحقيقه. داك الشيء هو اللي كنبغي انا وكنموت عليه الخوت. حتى اللي بغى يحطب هنا الحطب موجود، ها نتوما كتشوفوا اللي بغى يحطب موجود الحطب، ولكن مشى داك الجيل اللي كان كيحطب وكيدرك الحطب بكري. دابا عاد سجلت واحد الفيديو على هاد القضيه ديال الحطب غنرميه في التيك توك، فيديو زوين الخوت اللي بغى يمشي يشوفو. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش معايا في التيك توك، راه الخوت كيفوتكم واحد الخير كبير.
راه الاغلبيه ديال الفيديوهات ديال السوق والفيديوهات اللي كنكون بحال هكا كنخرج فيهم للطبيعه، كنكون بحال هكا كنبارطاجي فيهم شي حوايج اللي قصيره، كنرميهم في التيك توك الخوت. دابا هادي قليل اللي غادي يعرفها، هادي انا نسيت السميه ديالها، ولكن هادي راه واحد العشبه، هادي راه واحد العشبه مهمه بزاف، وهنا كاينه بزاف موجوده. واحد السيد واحد المره كنت لقيته هنا كيصيد، عنده شي سلاق. ايوا راه كتعرفوا انا شويه فيا الهضره، وكنبغي نتعرف على بنادم، وكنبغي ناخذ المعلومات، وكنبغي فيا بزاف ديال الفضول. ايوا بقيت كنتهاود انا وياه، ومهم عندك. ايوا وبحال الا عجبتو شويه في الهضره وعجبتو في المعاوده وطوال معايا. هنا في هاد البلايصه هادي لا تهدر، راه فيناتي كنا جالسين. كنت انا داير واحد البريره ديالها تاع على الجمر، وهو جا، هي هذيك، وبقينا كنتهاودو. والمهم طولناش لنا حديث وتبادلنا النوامر وولات لنا معرفه. علاش جبت لكم انا هاد القصه هادي؟ جبت لكم هاد القصه على هاد العشبه هادي اللي قلت لكم. هو اللي قالها لي، قال لي ودي وعطاني السميه ديالها وتنسات لي، الله ينعل الشيطان الحرامي. هو اللي قال لي اخي بوج مع هاد العشبه هادي، راه اللي كيعرف القيمه ديالها راه يخبحها مدى الحياه. وان شاء الله الرحمن الرحيم الا تفكرت غنعاود نتلاقى به، راه مازال عندي النمره ديالو وعندي الواتساب ديالو، وغادي نسولو وغناخذ المعلومات ونبارطاجيها معاكم. قال لي انا ماشي قالوا لي، ولا قال لي انا قالوا لي، ولكن في نفس الوقت جربتها. قال لي يا اخي بوج معاش غنقول لك، ها هي هذه، ها هي راه بحال اللي مشوكه، ملي كتحاديو فيها بحال اللي كتدق. قال لي يا اخي بوج معاه جربتها، قال لي الله يعمر لها الدار، لا بالنسبه قال لي للبرد، ولا بالنسبه للكحه، ولا بالنسبه قال لي لهاد المشاكل كاع ديال هادشي ديال البرد، قال لي دقه بطله. ايوا قلت له ها انت سبحان الله العظيم دايز بسلاقك كترفز في هالدوم، انا هضرت معاك رحبت بيك جيتي جلستي انت عطيتينا افاده، ولات لنا معرفه كبيره. هاد الحياه الاخوه، الانسان راه خاصو يكون واقعي، ويكون كيهضر ويكون كيبحث ويكون كيتعرف على بنادم، ويكون كيميز بنادم، ويعرف مع من غيتعرف ومع من ما غيتعرفش، ومع من غيمشي ومع من ما غيمشيش، وتكون كتوزن بنادم في البلاصه تطلعو واش هذا غنرتاح معاه وغنتهاود معاه او ما غنرتاحش معاه. هانتوما الاخوان الطيور كيلقاو راحتهم هنا، خصكم تشوفوا في الصيف. والحجل ها، نتمنى من الله يكونوا كيبانوا لكم. والحجل هنا تبارك الله كيجيو الدراري بالسلاق، شحال من مره كيقول لك علاش ما جبتيش الكامله نعطيوك شي حجله ولا شي رنب ولا كذا ونطيبوها هنايا. ولكن اللي ما كيعجبنيش، وهذا واحد الميساج غادي نصيفطو لاي واحد كيجي لهنا، شحال الناس كيجيو لهنايا وكيديروا واحد ديفو، وغنصيفط لهم واحد الميساج من خلال هذا الفيديو هذا. الانسان فاش يجي لشي بلاصه بحال هكا غابه فيها الطبيعه وفيها بحال هكا واحد المتنزه بحال هذا، في غادي تلقاه. دابا هذا المتنزه هذا الا مشيتي لشي بلايص داخل المدينه ولا تتخلص عليه الفلوس، تخلص الفلوس وما غتجلسش بحال هاد الكرسي اللي غتجلس بوحدك ومرتاح. فاش تجي وتبغي تطيب شي كاميله ولا شي حاجه، خصك تجي لشي بلايصه خاويه بحال هادي ودير حفيره، والحمد لله الحطب موجود وجمع وحضي لا تشعل العافيه في الشجر ولا تشعل العافيه في الدوم، ولا خلي الطبيعه كما لقيتيها، حافظ على البيئه كما لقيتيها. خاص الانسان يكون عنده واحد الوعي، بلا ما يقول لي حتى شي واحد، بلا ما يقولوا لي لا اشخاص ولا دوله ولا حتى شي حاجه، انا نكون فاهم راسي. هانتوما شوفوا دابا هاد الكايزه مسكينه علاش حرقوها بهاد الطريقه هادي. دابا هادي شكون اللي حرقها؟ هادي كيحرقوها الناس اللي كيديروا هنا هاد الطواجن وكيديروا الكوامل وكيديروا. لا الاخوان هادشي ماشي معقول. الحمد لله الحطب موجود والاتساع موجود، ممكن تطيب الكاميله ديالك وتدوز النهار ديالك مخير وتمشي في حالك، وتبقى الحمد لله الغابه سالمه. نتمنى من الله الخوت الميساج يكون وصل ويكون مفهوم. حنا كنبغيو نوصلوا واحد الميساج اللي صالح للجميع الاخوان. انتم الحمد لله واخا ماتت مسكينه، هي ماتت كاع كتبان لك، هي مسكينه في طلقه عاوتاني، وهادي هما قطعوها هي طلقه، هادي عاوتاني. الحمد لله راه خاص غير المطار، الشجر كيخلف. هادي تبارك الله ها هي، هانتوما الحمد لله الاغصان ديالها هما طالعين
دابا الاخوان اللي غادي يسولني فين كاين انا جيت لواحد البيعه وشريه هنا في دهر برداع، واحد لهاد البلاصه هادي سميتها دهر برداع، تفاهمنا الاخوان. وهذه اللي مور الدهر ديالي مباشره، هذه طريق تطوان، ها هي مورايا. انا غادي نحاول نقلب الكاميرا باش نبين لكم الصوره واضحه الخوت ان شاء الله تعالى. هنا عندي واحد البيعه وشريه ان شاء الله بحول الله غادي نمشي لها، وهذه الطريق ديال تطوان، هي هذه هي الطريق ديال تطوان، غير دارقه ما بين هاد الجبال. وهذه الدخله ديال طنجة بني واسين، هي بني واسين. حدنا جايين وحنا كنلقاو المباني هذه كامله كتحسب بني واسين الاخوان. ها انتم كتشوفوا المباني في معلقه، كاين ما يتشاف هنا الاخوان، اللهم لك الحمد. طنجة الباليه في كتبان من الواد لهيه. ايوا هذه طنجة، هي بقات كتبان طنجة. ها البحر كيبان لكم، ها المباني، هذه طنجة العالية. نتمنى من الله ما يكونش الريح كيشوش الاخوان. عجبني الجو هذا النهار الخوت، وبغيت نبارطاجي معكم هذه الاجواء باش تعرفوا المتابعين ديالي انا راه حاسبهم بحال العائله ديالي، ما كاينش الفرق. هذا القمار الخوت مقلوع ومرمي، ها نتوما كتشوفوا. دابا هذا القمار هذا كان جا في العهد ديال الثمانينات، وكيلقاوه الناس بحال هكا العيالات ولا هذا بحال اللي عطيتهم شي حاجه ما كايناش، حيت كان الخوت هذا هو اللي كيعتمدوا عليه في ايام الصيف. ضروري الانسان كيجمع القمار. اللي ما كيعرفش كلمه القمار هو الجذور ديال الدوم، هو هادو كيجمع هاد القمار الخوت، كيجمعوهم نعم سيدي وكينقلوهم وكيستفوهم وكيبنيو عليهم بحال النادر، وكيخليوهم الخوت ليام الحسره. كانت كطيح الحسره ب40 يوم لا دخول لا خروج. وهاديك الساعه كيوليو نعم سيدي كيطيبوا به في الكانون. البصاره نعم سيدي والعدس والفول والملاوي والحرشه، البلدي في البلدي. يا الاخوان، الناس ديال الثمانينات والسبعينات راهم عاشوا هاد الفتره هادي وعارفيني علاش كنهضر. وكذلك حتى هاد الجرنيج دابا هذا اللي كتشوفوا، هاد الجرنيج هذا ما كانش كتبقى حتى جرنيجه، كلشي كيتحش وكيتستف وكطيب به الخبز في الفرنه. لكن دابا الوقت تبدلات، الوقت تبدلات، شكون اللي داها فهادشي؟ ولا مسكين الغاز كيدقدق والضوء، ولا غير الفلوس. عندك شي فلوس راك عايش، كنت غنطيح كاع. عندك شي فلوس راك عايش، ما عندك شي صافي سير تموت. حتى الا وليتي بغيتي دير بحال هادشي اللي كانوا كيديروا جدودك ما تصدقلكش وغيضحكوا عليك، غيضحكوا عليك. شكون دابا هادي اللي غتجيبها للدار وغتقول لها خبزي لي الخبز بالجرنيج ولا بالقمار ولا بهذا، وغادي تقبل لك، غتبقى تضحك عليك تقول لك وايلي انت مازال قديم في عقلك. ولكن ما نكذبش عليكم الخوت، انا والله الا هادشي اللي كيعجبني بالله ما نكرهش. انا دابا ندير شي فرنه ونطيب الخبز بالجرنيج ونطيب الماكله بالقمار ونعيش العيش القديم، حيت هذاك هو اللي فيه السر الخوت، وفيه كما كيقولوا فيه البنه. وانا غادي وانا كنلقى هاد المريضي راه شافني بدا كيدخل راسو. ما تخافش مني انا كاع، كون هاني مسكين جالس كيسرح الزغيبي مسكين كيقلب على ما ياكل. سير الله يعاونك اولدي سير. ايوا الاخوان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من الله تكون عجبتكم هذه الجوله. ومشينا عند السيد الخوت عنده شي معيزات، ولكن ما تفاهمناش معاه. منين شاف هاد الشتا طاحت وشاف هاد الجو تبدل طلع لنا للسما. ايوا وما كتابوش، راه حنا مازال مداوله، يقدروا يكتبوا يقدروا ما يكتبوش، الله اعلم. المهم حنا الخوت غير مع السهله، الا كان شي حاجه وجبتهم عندي المحل دابا نبارطاجيهم معاكم.
ما كان شيء. حنا حامدين الله وشاكرينو على داك الشيء اللي قسمو لنا الله سبحانه وتعالى. ايوا دابا داك الشيء علاش انا لقيتوني راجع ومزروب، حيت الحمد لله الشتا جايه غطيح الشتا الخوت، والله يزيدنا من خيرو، الله يزيدنا من خيرو. داكشي باش انا كتشوفوني كنزرب الاخوان على اساس باش نوصل الطوموبيل كاينه هنايا في الشانطي لتحت، باش ما تشدناش الشتا هنايا ونتغيسو ونتكرفسو. ها انتم الاجواء الخوت كيفاش دايره هنايا، ها انتم الحباب. ها وكنتمنى من الخوت تكون تمتعتوا معايا، وما تنساوش تفاعلوا معنا الخوت بجيم واللايكات، واللي باقي ما اشتركش معنا يشترك معنا ويفعل زر الجرس، وما تنساوش تعطيوني الراي ديالكم في التعليقات وتقولوا لي كي جاكم هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله تعالى.